بالنسبة لموضوع القانون الجديد الصادر بخصوص قانون الإيجارات القديم، شفت ناس كتير مستأجرين بتقول إن إحنا هنلغي القانون بإننا هنروح المحكمة الدستورية وإن المحكمة الدستورية هتلغيه، فهل الكلام ده صحيح؟ طيب قبل ما اقول اي حاجه وقبل ما نبدا كلام صلي على النبي. اولا المحكمه الدستوريه مش محكمه عاديه، بمعنى ان انا مش هقوم من النوم الصبح اقول انا رايح المحكمه الدستوريه ارفع دعوه بعدم دستوريه القانون، او اني اطالب بالغاء قانون ما. عشان ارفع دعوه بعدم دستوريه القانون قدام المحكمه الدستوريه لازم بلجا لطريق معين، ما ينفعش كده اروح ارفع دعوه مبتدئه واقول انا عايز الغي القانون ده. فعشان ارفع دعوه بعدم دستوريه القانون لازم اصلا يكون في دعوه منظوره قدام محكمه الموضوع، دعوه طرد مثلا، ايا كانت الدعوه بقى. الدعوه اللي موجوده قدام محكمه من المحاكم تكون مرتبطه بالقانون اللي انا عايز اطعن عليه، يعني يكون الفصل في القضيه بتاعتي متعلق بالقانون اللي انا عايز اطعن عليه. واثناء نظر الدعوه بتاعتي المحكمه ممكن من تلقاء نفسها يجي لها شعور كده او احساس ان القانون اللي بينظر قضيتي قانون غير دستوري، فتحيل المحكمه اللي منظور قدامها قضيتي القانون للمحكمة الدستورية، بتحيل القانون للمحكمة الدستورية للفصل في دستوريته من عدم دستوريته. والطريق التاني، ومفيش طريق غير الطريقين دول، ان المحكمة تحيله، او الطريق اللي لسه هقول عليه دلوقتي، ان احد الخصوم في القضية اللي هي القضية اللي منظورة قدام المحكمة الموضوعية يكتب مذكرة ان القانون اللي بيحكم النزاع القائم قانون غير دستوري، والمحكمة اللي بتنظر النزاع تشوف ان كلام الخصم ده اللي موجود في مذكرته كلام ليه وجهته، كلام ليه حجيته، كلام مقنع يعني، فبتدي الخصم اللي دفع بعدم الدستورية ده أجل لرفع الدعوة الدستورية، وأقصى أجل ممكن ياخده عشان يرفع الدعوة قدام المحكمة الدستورية هو أجل 3 شهور. رفع فعلا خلال المدة الأجل اللي هو خده الدعوة الدستورية، المحكمة بتوقف النظر في الدعوة الموضوعية لحين الفصل في الدعوة الدستورية. ما رفعش الدعوة بعدم الدستورية خلال الأجل اللي هو واخده، المحكمة بتكمل نظر في الدعوة بتاعتها عادي جدا ولا كأن شيء حصل. طيب لو كل ده بقى حصل والقانون اتطعن بعدم دستوريته وراح المحكمة الدستورية، قناعتي أنا الشخصية إن القانون هيتحكم بدستوريته، القانون دستوري، ده بعيدا عن تحكيم العاطفة نهائي، أنا بتكلم قانون صرف.